السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. انا بقالي 3 ايام ما صورتش فيديو او حاجة ولا نزلت اي حاجة، معلش بقى ترويق العيد وكده يعني كنت تعبانة شوية. فانا النهاردة ان شاء الله جايلكم فيديو جديد خالص مع الناس اللي هي المبتدئين خالص، وبالذات الناس المبتدئة اللي هي عايزة لسه تبدأ من اول وجديد تربي دورة فراخ بيضة. انا هنا زي ما انتم شايفين ما شاء الله لسه حالا جايلي دلوقتي الكتاكيت دي من المعمل اهي. زي ما انتم شايفين دي كتاكيت بيضه، لسه اول يوم ليها النهارده. يعني هي بالليل جت المعمل والصبح لسه واخداها دلوقتي الصبح، يعني ما كملش ساعتين 3. فزي ما انتم شايفين انا مجهزه لها العشه بتاعتها، طبعا قايده اللمبه مع ان الجو حر جدا. طبعا الكتاكيت دي ملهاش علاقه بالجو حر، هي لسه بيبي صغير لسه خارج من البيضه، لازم ان هو يتدفى، يبقى العشه بتاعته نظيفه. لازم تتعاملي مع بيبي صغير لسه خارج من البيضه. فطبعا مش هقول الدنيا حر مش هقيد له اللمبه، لا انا قايده له لمبه اهي 100 واط، ومنضفه له العشه اهيت. وطبعا انا منضفاها من قبليها ومشغله اللمبه من قبل ما اجيبهم بحوالي ساعه او 2. فطبعا عشان تبقى العشه دافيه، ما تبقاش لسه هتدفى وهما موجودين فيها. فزي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله دولت النوع بتاعهم كب. انا بحب اجيب الكب لان بيبقى لما بيكبر بتطلعي منه بانيه كويس قوي. وهبقى اقول لكم على انواع الكتاكيت البيضه وايه مميزات كل نوع يعني. فانا دلوقتي عشان ما اطولش عليكم الفيديو، النوع اللي معايا دوت نوع الكب اللي هو بيبقى فيه زي نقطه سودا. يعني هوريكم مثلا كده واحد اهو، ده مثلا اهو، لو هتبصوا لو هتلاحظوا كده في هنا في راسه في نقطه سودا وفي جسمه برضو، وبرضو ده كمان في ظهره اهو نقطه سودا. فهنا كده انا طبعا بتختاري النوع اللي انت عايزاه، وبرضو على حسب المعمل هو بيجيب نوع ايه، وعلى حسب المكان اللي انت بتجيبي منه بيكون مكان المكتب كويس بيجيب انواع كويسه ولا بيجيب انواع اي كلام ولا كده يعني. فانت بتختاري المكان اللي بتجيبي منه بيكون مكان كويس. بص زي ما انتم شايفين هم طبعا جعانين قوي، ففي هنا زي بواقي علف صغيره هم بينقروا فيها. فدلوقتي انا ان شاء الله دلوقتي هدخل اجيب لهم الميه بتاعتهم واجيب لهم العلف بتاعهم، وهنبدا بقى معاهم ان شاء الله النهارده اول يوم. فحبايبي اللي عايزين يبداوا من اول يوم، طبعا الكتاكيت انا بقرا في النت ان هي رخيصه جدا، بس انا جايبه الكتكوت ده ب 11 جنيه. معرفش بقى هو المعمل ده ما بينزلش ولا ايه، انا مش عارفه الصراحه، بس انا ده جايباه ب 11 جنيه. وانا بقرا ان هو ب3 وب4 وب5 والكلام من ده، بس انا الحقيقه ما شفتش الكلام ده، ما اعرفش الكلام ده فعلا حقيقي ولا جايز في الارياف واحنا في القاهره، فعلى ما بيوصل لنا مثلا بيبقى الكتكوت ثمنه غالي. الحقيقه انا مش عارفه، يا ترى اللي يعرف يقول لي ليه الكتكوت هنا في القاهره غالي او بنشتريه غالي، وكل اصحابنا اللي بيطلعوا على صفحات اليوتيوب طبعا اللي بيربوا زينا بيقولوا ان الكتاكيت برخص التراب ب3 جنيه وب5 جنيه وحاجه رخيصه. انا مش عارفه ليه يعني، لكن انا ده جايباه ب 11 جنيه. فهنبدا مع بعض ان شاء الله اول حاجه، وهنبدا دلوقتي اروح اجيب لهم الاكل بتاعهم والحاجه بتاعتهم. طبعا اول يوم استقبال لنا من الطيور انا ما بعملش معاهم اي حاجه غير ان انا بحط العلف. طبعا الناس كانت متابعاني قبل كده في الكام فيديو اللي فاتوا اعرفوا ان انا بحط العلف بس، ما بحطش معاه اي اضافات تانية، بس يتعودوا على طعم العلف، لان يعتبر ده لسه اول اكل يدخل معدتهم، فانا مش عايزه اغير طعمه ان انا اضيف عليه اي اضافات تانية. فهو اول يوم بس انا بحط لهم العلف بس، اللي هو علف بادي سوبر، علف سوبر بادي 23%، بروتين 23%. زي ما انتم شايفين انا طبعا مش هحط لهم في طبق واحد لان هم ما شاء الله عددهم كويس، فانا مش هحط في طبق واحد، انا هحط في طبق او في طبقين او 3. وهنا الميه بس بحط عليها نقطه فيتامين، بصوا نقطه بس كده علشان ابني جسمهم قوي من اول يوم ليهم، اللي هو الفيتامين بتاعنا اللي احنا بنستعمله اللي هو ده. طبعا مخليه عندي على طول، بحط منه للطيور الكبيره والطيور الصغيره. ما بستغناش عنه لان هو فيتامين بس مش اكتر، وبرده في اضيق الحدود ما بحطش منه كتير.
بس انا النهارده اول يوم عايزه ان انا ابني جسمهم، بان انا اخلي جسمهم من اوله، من الاول خالص ما شاء الله يكون قوي، وان هو يبقى يقبل اي اكل ويقاوم اي درجات بقى الحراره المختلفه بقى، اللي هي مره ساقعه مره حر الكلام من ده. فاول حاجه بحطها الفيتامين اليوم زي ما انتم شايفين كده، وبحط لهم العلف في طبق او اتنين. انا هجيب كمان طبق احط فيه عشان يبقوا 3 اطباق، علشان ما يبقاش عندي لما يبداوا يكبروا ما يبقاش عندي تفاوت في الاوزان. انا اما شفت الكتاكيت كده يعني هم ما شاء الله جايين لي كلهم تقريبا احجام واحده، ما عدا ممكن في واحد فيهم هو صغير شويه عنهم، يعني صغير شويه عنهم، بس هم كلهم تقريبا احجام واحده. برضو وانت بتختاري الكتاكيت بتاعتك اللي بتشتريها، برضو بتبداي تفحصيها كده، بتشوفي مكان السره تحت مقفول ولا لا، هنا في بطنهم تشوفي هنا المكان دوت كويس ما فيهوش اي حاجه. بتشوفي حيويه الكتكوت بيجري قدامك ولا واقف في مكانه او كمشان في مكانه. زي ما انتم شايفين ما شاء الله هم هنا بيشربوا وبياكلوا عادي. بتبداي تلاحظيه بقى لو في كتكوت كده نايم في جنب بتشوفيه ليه يعني ما بياكلش فيه حاجه كده، يعني بتلاحظيهم اول باول. وحته ان هم يقعدوا بقى في الاكل دي بلاش منها، لان كده بيبقى فيه فضلات في الاكل. وتحط لهم الاكل زي ما انت شايفه كده في حاجه يكون ليها حرف علشان ما ينطروش الاكل في الارض، وطبعا هيجي عليه فضلات فهياكلوها، فده هيبقى غلط. هو الكتكوت ده اللي انا لاحظت ان هو اصغر واحد فيهم ده، بس انا لما بصيت فيه كده لقيت فيه زي علامه سوداء على ظهره اهي، برضو من نفس النوع القب، بس يعني مش شرط ان كلهم يبقوا كلهم 100% ان هم يبقوا قد بعض، لا بيبقى ممكن فيهم واحد او اتنين حجمه صغير عن الاول، ومع الاكل والشرب ولو تراعيه كويس بتلاقيه بيبقى حجمه كويس زيهم بالظبط. فديت الكتاكيت بتاعتنا النهارده، وان شاء الله هقول لكم في فيديو تاني انواع الكتاكيت البيضاء اللي ممكن تجيبيها، والانواع اللي بتبقى كويسه وبالذات في فصل الصيف، ومع بعض ان شاء الله واحده بواحده. فالناس اللي عايزه تبدا معايا اول حاجه خالص تربيه الكتاكيت البيضاء، احنا لسه من اول يوم النهارده اهو، واتمنى الفيديو النهارده يكون عجبكم ونكون استفدنا منه بحاجه، واتمنى ان انتم تعملوا لي اشتراك ولايك وكومنت، وكل سنه وانتم طيبين، واترككم في رعايه الله. مع السلامه.